بيبدأ فيلمنا بسيزر اللي بيشتغل حارس للعمارة، وبنشوف كلارا اللي بتكون أحد سكان العمارة، وبيجي بنت صغيرة اسمها أرسولا دايما بتاخد فلوس من حارس العمارة، وزي ما يكون كده ماسكة عليه زلة لأنها دايما بتاخد منه فلوس. وهنعرف كل التفاصيل قدام. بنشوف كلارا الصبح وهي خارجة من العمارة، وهي لما بتكون خارجة بتقابل جارتها اللي بتكون ساكنة في الدور التالت، فبتسلم عليها، وبعد ما بيسلموا على بعض بتقف مع حارس العمارة وتقوله يروح ينظف شقتها من الصرف. وبعد ما سيزر يخلص شغل نظافة في شقة كلارا بيروح يزور أمه في المستشفى، وبيقعد يتكلم معاها عن كلارا وكأنها حبيبته وكأنهم عشاق. وبعد ما رجع من بره عاتبه صاحب الشغل على انه ساب الشغل وخرج بره، وقال له ان ده اخر واول مره تحصل، يا اما بعد كده هو هينطرد من الشغل. وفي الوقت ده بتجيله هورونكا اللي بتكون ساكنه في الدور التالت، وبتقول له ان هي هتخرج النهارده في حفله وعايزاه ياخد باله من الكلاب بتاعتها. وبعدها بنلاقي ان سيزر بيكتب دايما يومياته في مذكره خاصه بيه. وبالليل بتجيله عمليه النظافه هي وابنها، وبنلاحظ العلاقه ما بين سيزر وابن العامله بتكون علاقه مش لطيفه خالص، وهو بيعامل ابن العامله بطريقه مش كويسه. وبحكم ان سيزر حارس للمبنى فبيكون معاه مفاتيح كل الشقق والبيوت اللي في العماره، وبياخد مفتاح كلارا ويطلع شقتها. ولما كلارا بترجع البيت بتلاقي رسائل جايلها من شخص بيطاردها، لكنها بتتضايق لما بتقرا الرسائل وبتروح مقطعاها. وبنلاقي سيزر بيكون قاعد مستخبي تحت السرير وبيستنى كلارا لحد ما تروح في النوم، وبعد كده بيطلع يخدرها وبيعتدي عليها. وبعد ما خلص كل اللي عمله دخل على الحمام، وبعد كده فتح كل المنتجات اللي بتستخدمها والحاجات اللي بتستخدمها لبشرتها والشامبوهات، وحط فيها ماده تعمل لها حساسيه، وفهم من كميه المبيدات الحشريه اللي عندها ان هي بتخاف من الحشرات. ولما بيجي يخرج الصبح بتشوفه البنت ارسولا اللي دايما بتبتزه، وبعد كده بنفهم من الكلام ان هو مش اول مره يعمل الحكايه دي، وانه متعود يجي كل يوم كده. فالبنت دي بتكون شافته كذا مره جه هنا، فعلشان كده بتطلب منه ان هو يزود لها الفلوس اللي بيديها لها، ولو مش زودها هي هتفضحه وتقول عليه، فبيضطر ان هو يسمع كلامها وينفذ لها اي طلب بتقول. واما كلارا بتصحى من النوم بتلاقي رسائل جايه لها على الموبايل، وبتكون الرسائل دي من نفس الشخص اللي بيطاردها، وبيكون كاتب لها غزل ابيه. وبنشوف كلارا وهي بتعامل سيزر على انه صديق ليها، وبعد كده بيطلب منها ان هو يطلع شقتها وهي في الشغل علشان يصلح لها الصرف. وبنكتشف بعد كده ان سيزر هو اللي بيكتب لها رسائل وبيبعتها ليها، وفي اللحظه دي بتجيله ارسولا وبتطلب منه انه يديلها الفلوس اللي هو وعدها بيه. ولما سيزر بيطلع بره بيلاقي صاحب العماره واقف له، وبيكون حاطط سيزر في دماغه ومش مرتاح. وبنشوفه اخده على سطح العماره وبيلومه على انه ما بيهتمش بالورد ولا الزرع، ومهمل في شغله في الفتره الاخيره. وبنفهم بعد كده سبب افعال سيزر مع كلارا لما بيقعد مع امه، وبنعرف ان امه كانت معاملتها وحشه ليه وهو صغير، فبقى عنده عقده نفسيه من الستات، وبقى بيتلذذ لما بيدمر سعاده اي ست. وبيدخل سيزر مره تانية البيت كلارا وبيستخبى تحت السرير، وبيسمعها وهي بتقول لحبيبها ماركوس ان هي بلغت الشرطه عن الرسائل اللي بتجيلها على البريد وعلى موبايلها. ولما بتروح من النوم بيخدرها زي كل مره وبيعتدي عليها، وبعد كده بيدخل الحمام ويحط لها ماده بتعمل حساسيه ليها، وماده كمان بتجذب الحشرات ويحطها لها في كل مكان. وبيحط كمان في التلاجة فاكهه ضربه علشان تجذب الحشرات ليها. ولما كلارا بتصحى من النوم بتلاقي ان الحساسيه ظاهره على وشها، ولما بتنزل بيوصل لها ان الحساسيه برضو ظاهره على وشها، لكنها بتكون حاطه مكياج، لكنه بيحاول ان هو يضايقها ويستفزها اكتر. ويوم بعد يوم الحساسيه بتشتد على وشها اكتر من الاول، وهو بيكون مستمر في كتابه الرسائل وبيبعتها ليها كل يوم، وبيستمر في اعتدائه عليها كل يوم. وفي يوم بتصحى كلارا من النوم وبتلاقي البيت كله مليان حشرات، وبتكون مرعوبه لانها بتخاف من الحشرات وعندها عقده نفسيه منها وعندها كمان حساسيه، فبتطلع تجري وبتنده على سيزر علشان يساعدها. وبعد ما سيزر طلع معاها كانت كلارا خايفه تدخل معاه الشقه، وطلبت منه ان هو يجيب لها كل اللبس ويجيب لها الحاجات اللي هي هتلبسها وكل الحاجات اللي هي هتاخدها معاها وهي رايحه عند امها. لكن سيزر قال لها ان البيت كله لازم يترش بالمبيدات ولازم يتنضف، فطلبت منه ان هو اللي ينظف البيت وهو اللي يرشه، وهي هتقعد عند امها اثناء الفتره دي. وفي اللحظه دي بتكون ارسولا جارتها واقفه وعماله تسمعهم وهما بيتكلموا، وبتعرف ان سيزر هو اللي بيكون ورا كل اللي حصل في شقه جارتها، وبتقعد تبص له وتستفزه بنظراتها وهو نازل على السلم. اما سيزر وهو كان نازل مع كلارا في الاسانسير بيسالها عن الشخص اللي بيطاردها، وهي اول ما عرفت منه استغربت ان هو ازاي عرف، فقال لها ان جارتهم هي اللي عرفت. فقالت له كلارا ان هي بلغت الشرطه، وان الشرطه عرفت مين اللي بيبعت الرسائل دي، وان خلاص هيقبضوا عليه في اسرع وقت لانه طلع شخص موجود في العماره اللي هم ساكنين فيها. وادته رقم تليفونها وقالت له لما يخلص بيتها وينضفه يكلمها ويعرفها. بعدها بنلاقي سيزر راح المستشفى وبيتكلم مع امه عن كلارا، وبيقول لها ان كلارا دي بنت قويه جدا لانه بعد اللي حصل ده ما بتتاثرش، فقرر ان هو يخلص عليه. امه كانت بتتقلب من كلامه والكلام اللي بيحكيه لكنها مش عارفه ترد عليه ولا عارفه تكلمه. وبعد ما سيزر يخلص نظافه بيت كلارا بيجيله بعد كده صاحب العماره ويقولوا ان هو هيطرده من البيت لانه اتحرى عنه وعرف ان هو ما بيكملش في اي شغلانه يشتغل فيها. وبعد ساعه بنلاقي الشرطه جت وبيدوروا على التليفون اللي بيبعت الرسائل لكلارا، وبيلاقوا التليفون ده موجود في الدولاب بتاع ابن العامله بتاعه النظافه، وبيكون سيزر هو اللي عمل كده علشان يبعد التهمه عنه. وفعلا الشرطه بتقبض على ابن عامله النظافه وبياخدوهم للقسم. وبعد ما خلص تنظيف شقه كلارا اتصل عليها وقال لها ان هو خلص نظافه وعرف ان هي هترجع الليل. ولما عرف انها راجعه الليل حضر كل الادوات اللي هيخلص عليها ورجع يستخبى تحت السرير زي ما بيعمل كل مره. لكن سيزر ساعتها اتفاجئ انها مش رجعت لوحدها وانها رجعت مع حبيبها مر، وعرف ان خطته كلها فشلت. ولما بيعملوا عصر برشته في الوقت ده المخدر بيروح واقع على عينه وبيأثر فيه، وفضل يزحف علشان يخرج من غير ما هم يحسوا علشان يوصل
بيوصل للباب وبيحاول يفتح الباب، لكنه بيلاقي الباب ما بيتفتحش، وكمان بيكون ناسي المفتاح، ولما بيطلع بيلاقي ان المفتاح اللي معاه بتاع شقة واحدة تانية. وبنعرف ان هو قضى ليلة في الحمام وبيكون متحاصر من كل مكان ومش عارف يخرج ولا يطلع من البيت. وفي الوقت ده بيلاقي ماركوس الشنطة بتاعته تحت السرير، فبيقول لكلارا، فكلارا بتقول له انها اكيد بتاعة سيزر ونسيها هنا بعد ما كان بينضف. ولما ماركوس يحاول يفتح الشنطة فجأة كلارا بتتعب، فبينشغل بيها ماركوس، وبيستغل في الوقت ده سيزر وبيروح خارج وبيفتح الشنطة وبياخد منها المفاتيح علشان يغيرها ويحاول ان هو يطلع من البيت. وبعد ما غير المفتاح وجاي علشان يخرج من الشقة شافه ماركوس وجري عليه، هو برضه شافته كلارا، وهما الاتنين استغربوا ان هو دخل ازاي الشقة. فقال لها سيزر انه كان فاكر ان هي مش موجودة في الشقة علشان كده دخل، وكمان علشان نسي الشنطة امبارح وهو بينظف نساها في الشقة، فدخل علشان يجيبها، واعتذر ليها انه دخل الشقة من غير اذن. وقدر سيزر انه يخدعها بكلامه ويخرج من الموقف اللي هو كان فيه. ولما سيزر بينزل تحت بيلاقي فجأة صاحب العمارة واقف له وبيقول انه قدامه مهلة 4 ايام، وبيدوله كمان شيك فيه فلوسه علشان يشوف مكان يعيش فيه تاني غير المكان ده. ولما سيزر بيكون واقف تحت بيجي عليه ماركوس وكلارا وبيعرف منهم ان هم هيسافروا ويقضوا يومين بره البلد. ساعتها بيبقى عامل زي المجنون لانه خطته فشلت وان هو كده مش هيعرف يخلص عليها، وبيقعد يفكر مع نفسه وفكر ان هو ينتحر في اليوم ده ويطلع يرمي نفسه من فوق. وفي اللحظه اللي كان هيرمي نفسه من فوق بيلاقي كلارا وماركوس راجعين هما الاتنين من بره وانهم غيروا خطتهم في الرحله. وبنفهم من كلام كلارا وماركوس انهم قطعوا رحلتهم بعد ما اكتشفوا ان كلارا حامل، لكن الغريب انها حامل في 4 اسابيع، وانها اخر مره شافت فيها ماركوس كان من 6 اسابيع. لكن ماركوس بيكون متعصب ومتضايق منها، وهي كمان بتكون متضايقه، لكنها بتقعد تحلف له ان هي ما عملتش اي علاقه مع واحد تاني غيره ولا قابلت حد غيره. لكن سيزر لما بيسمع وبيعرف ان هي حامل منه بيقرر ان هو ما يخلصش عليها. وتاني يوم بيروح ماركوس لبيت سيزر وبيقوله ان هو محتاج مساعدته لان البيت مليان حشرات وعاوزه يجي معاه دلوقتي. وبعد ما سيزر راح معاه خلاه يدخل لغرفه النوم، وبيظهر ان ماركوس بيستدرجه علشان يدخله جوه البيت بعد ما شاف المخدر والابر المحطوطه تحت المرتبه بتاعه كلارا. وماركوس هجم عليه وفضل يضرب فيه، وفي الوقت ده بيستفزه سيزر وبيقول له ان هو كل يوم بيعمل معاها عسل بالقشطه، وان الولد اللي في بطنها ده هيكون ابنه مش ابن ماركوس. ولما ماركوس بيسمع الكلام ده بيصور وبيكون عايز يخلص على سيزر، لكن بنلاقي ان سيزر ماسك معاه قطعه ازاز وبيدخلها في رقبه ماركوس وبيكون عايز يخلص على ماركوس. وبعد ما بيخلص عليه بياخده على الحمام، وبعد ما اخده على الحمام بيحطه في بانيو، وبعد كده بيفتح ايده علشان يحط فيها قطعه الازاز عشان يبان كانه هو اللي خلص على نفسه. وبيرجع سيزر ينظم البيت ويرتبه تاني ولا كأن حاجه حصلت. وبعد فتره قصيره بتيجي الشرطه وبيسال الشرطي سيزر مين اللي دخل ومين اللي خرج في العماره، فبيقولوا ان هو سايب الشغل من فتره ومش عارف مين اللي دخل ومين اللي خرج لانه كده كده مطرود. وبعد ما بيرجع علشان يجهز حاجته ويمشي بيلاقي ورقه على الباب، وبيكون اللي كاتباله الورقه دي ارسولا، وبتقوله ان هي شافته وهو بيعمل كل حاجه. وفي الليل وارسولا واقفه بتراقب الدنيا زي عادتها بيظهر لها فجاه سيزر وبيخوفها، فبتخاف ارسولا منه وبتترعب وبتطلع تجري على امها علشان تصحيها، لكنها بتكتشف ان هو حاطط لهم مخدر علشان ما يصحوش. وبعد كده بياخدها على البلكونه وبيقعد يخوفها، وقعد يخوفها ويهددها ان هي لو اتكلمت عنه باي حاجه او جابت سيرته في اي موضوع هيعمل معاها بالظبط زي ما عمل مع ماركو. والبنت في الاخر سمعت كلامه وقدر ان هو يخوفها منه. ولما كلارا بتخرج مع امها علشان تروح تقضي لها يومين في البلد بتاعه امها بيجي وراها سيزر ويقول لها ان هو يتمنى يراها سعيده مره تانية. وبعد ما سيزر اختفى وانطرد من العماره كتب ليها جواب تاني وبيعرفها كل اللي كان بيعمله معاها، واعترف لها ان هو اللي كان بيعمل معاها كل يوم عسل بالقشطه، وان الطفل اللي معاها ده يبقى ابنه مش ابن ماركو. وكلارا بتبقى منهاره من الكلام اللي قريته، وكده قدر سيزر انه يحقق هدفه وانه يخليها انسانه تعيسه طول حياتها.